لما احنا رنيت على بشار وحكيت له عن الاستديو، مين اللي كان اتصل فيه وقال لي في استديو؟ كان حبيبنا فراس القدومي. ايضا فراس القدومي كان من اوائل، يعني ما بنحكي عنه ضيف، هو صح هو معذب كان بالحلقه بصراحه، كان من اوائل الناس اللي كانت موجوده معنا في اولى الحلقات في مان تو مان. شغلته الدنيا عنا والمشاغل. طبعا هو مدرب انت استلمت طبعا مدرب في مع نادي الجزيرة وما شاء الله عنه، فاضطر انه هو يترك مان تو مان، ولكن هو دائما ايضا من اكبر الداعمين الموجودين في مان تو مان. وايضا كان هو اللي اعطانا البوش الصغير في راس القدومي لحتى احنا نتواجد باول حلقة في مان تو مان. اهلا وسهلا فيك كابتن فراس. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا فيكم كلكم جميعا. يعني أنا مبسوط. أول شيء بقعد مع ناس قدوات إلي بصراحة كانت وما زالت طبعا لا كانت بعد البرنامج هو قصده على السابق. مأمون هاي بمسكها مأمون طول عمره بسجل. للأمانة يعني يمكن أنا كل ما بتيجيني إشعار لحلقة لمان تو مان بفوت عليها، بيجيني شيء بفرحني اني انا كنت يعني سبب من الاسباب، او كنت مثلا من الاشخاص الاوائل اللي كنا بالموضوع. بتذكر لما رن علي الكابتن طلحه وقال لي بفكر بهيك موضوع، حتى قعدنا انا وياه كذا بتتذكر ندور على الاسم. نعم كذا لا ابصر شو نبعث لبعض بالليل. أيوة. كذا وكذا اللي بشوفنا بقول بحبوا بعض بالليل بيبعثوا لبعض. وبالاخير سرينا على مان تو مان، كويس مش كويس. وكانت الفكره انه نجيب ضيوف ما ضيوف وكذا، ودردشنا كثير في الموضوع. فكانت للامانه وكان انه هي العقبه الوحيده عندنا. والله مين اقترح انه نجيب سامر؟ يعني انتم بما انه انتم الاثنين كنتوا كابتن طلحه. كلكم توكل على الله. هو ليش متصدر؟ توكل والله يا جماعه كل هذا عشان نشتري مبابي. هو محمد علينا متلقي الصدمات. كان في برنامج انا بعتذر منكم. انا بعتذر منكم متابع عشان انه بدك تسمعها يعني مش بتتابعوا مان تو مان عشان سامر ما بتشوفها. يحكم علي من افضل قرارات الكابتن. لا ما في مشكله، لانه اسمع على طول بس سامر احكي لكم شغله بصراحه. سامر احنا موضوعنا في الراس، بس ما هو لازم يحشر حاله، بتعرفش كيف. انا ما حشرتش. سامر كان يعني كنت لما اتخيل برنامج مان تو مان كان سامر موجود فيه من زمان، يعني صدقا قبل ما احكي انا وياك، فهمت كيف؟ قبل ما اتواصل انا وياك هون راح يقعد سامر، بس ضايل انه نتصل بسامر ويوافق على الموضوع. نعم بس سامر يلا خلص. انت ما شديت علي ايامها. للامانه كان يعني زي ما بنحكي انه شيء بيبسطني كان لما اتفرج على الحلقه وافوت اتفرج عليها واشوف قديش ناس يعني بتتابعها وبتعلق، والضيوف، ويعني مش تقليلا باي ضيف، ولكن كانت بالضيوف بتفاجئ وبتكبر شوي بالضيوف، الاشخاص بالمؤثرين على السوشيال ميديا. يعني انا كنت احلم بيوم من الايام بصراحه، يعني وانا بتابع ونشأت خلينا نقول بكتب وبقرا وكذا وبهتم في التحليل، اني اشوف الكابتن طلحه مثلا واقعد انا وياه وندرش. في يوم من الايام جيت انا وياه وقعدنا على نفس الطاوله زي ما بيحكوها. هذا شرف إلي، ومع ابو الزين ومع ابو حمزه وبشار واكيد الكابتن سامر كمان. للامانه يعني قامات رياضيه كبيره. برنامج جمع اشخاص وعرفنا على اشخاص وخلانا نشوف حتى يعني في شغله ممكن في ناس مغيب عنها الكباتن، انه في ناس ما اخذت فرصتها اصلا على السوشيال ميديا بشكل عام. البرنامج برزها. في ناس كانت بصراحه بتكتب شغلات حلوه وبتطلع فيديوهات حلوه، ولكن شوي الجوده عندها بالتصوير، او مثلا خلينا نقول مثلا المونتاج مش قوي، مش هاوي. في ناس بكتب بس مش هاوي، تقول لي صور ومنتج تقول فعلا. والامانه البرنامج ظهروا وطلع يعني الشخص هذا للناس وخلاه يبرز، وحتى هو يطور من حاله يرضى، وصير عنده متابعين وصير عنده ناس. والامانه انا برجع حتى البرنامج كان له فضل لو بسيط علي، كان يعطيني دفعه شغف ودفعه تاني في شيء حلو قدمناه. لو انه كان لك سبب انت تشوف ناس بتعلق عليه حلو. انا مبسوط اصلا في الجامعه دائما هاي، و100 حلقه بصراحه. يعني انا لسه قاعد بحكي انا ومأمون اول ما جيت بقول 100 حلقه. يا امبارح كنا نحكي في الموضوع هذا ونختار بالاسم على الواتساب، نبعث شو نختار الاسم شو كذا. لما قعدنا انا وبشار وابو حمزه لما اجى دعمنا فترتها مع الكابتن سامر لما تعرفت عليه، لما جابوا الزين بحلقات كذا. يعني فالامور كانت للامانه مبشره بخير، والحمد لله. طبعا الحمد لله دائما نحمد ربنا على الفكره كيف كانت وكيف صارت. وللامانه انت قاعد تحكي انه تطور البرنامج من حلقات طويله كثير صار ولا يمل. وفي ناس انا بتفرج على تعليقات للامانه لما يقول لك مستعد احضرك ساعتين وثلاثه، يعني شيء رهيب جدا. هو على فكره انه اصلا يكون حلقتين من الجمهور مش منها يعني.
شيء رهيب جدا سامر الناس للامانه يعني. كانت تتعلق انه بدنا حلقه ثانيه وسط الاسبوع، بدنا حلقه ثانيه، فاحنا يعني زي ما بيحكوا نزلنا على تحت رغبات الجمهور بعدها. وانا بعرف صحيح. انا بعرف قديش مثلا في رمضان كنتوا تعالوا تيجوا زي ما تفضلت انه يوميا على 3 الفجر نصور، حتى لما كان الاستوديو موجود كنتوا تطلعوا تصوروا في اماكن ونروح ثانيه بدون سحور. شايف والله ولا مرة ولا مرة تسحرنا ولا مرة لقيتوها عليك ولا مرة لا تسحرنا والله مو مصدقين. والله ما قصرت. لا للامانه كان إشي يعني مش إشي بسيط جدا والله، حتى بانتقاء الاسم كان الإشي صعب، بانتقاء الاشخاص بالناس اللي بتيجي إشي صعب، بالناس كلها اللي بتشتغل إشي صعب. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. الله شكرا يعافيك. على التحفه اللي والله قدمتوا لنا الله اياها. يسعدك يا رب. مين التحفه؟ هي التحفه. لا لا ذكرت لا مش تحفه.